لو انت كزملكاوي مش مبسوط او متضايق بالنتيجة اللي الزمالك قدر يحققها في المغرب 2-1، فاحب اعرفك او اقول لك ان السيناريو والنتيجة دي افضل بكتير من سيناريو عام 2019. في بداية كلامي وبداية الماتش اللي ما كانش كويس جدا، ولاجل الامانة الشوط الاولاني ده واحد من اسوأ اشواط نادي الزمالك الموسم ده، ولكن اللي استشفيناه من اول 10 دقايق ان كانت فيه لعيبة مش جاهزة نفسيا للماتش، واولهم طبعا هو حسام عبد المجيد. يعني يا عم حسام، انت من اول الماتش وانت شايف ان يوسف الفحلي عنده مهارات كبيره جدا، وبيختزل المهارات دي جوه ال 18 ان هو عايز يجيب ضربه جزاء. قدر ان هو يقع مره والتانيه والتالته فعلا اتحسبت عليك، وقدر ان هو يلبسها لك وركبتهم علينا بدري بدري. ما كانش ينفع مباراه خارج ملعبك وكمان اغلبيه الجماهير ضدك وعارف ان هي هتزوم عليك جامد جدا، ان انت تركبهم عليك بخطأ سهل كده في اول الماتش. وتحس فعلا ان بعد ضربه الجزاء والجول اللي دخل فينا تحس ان اللعيبه كلها اتشتتت وطلعت بره المباراه. زي مثلا وهي واحده من اكبر اخطاء الماتش، وهو احمد فتوح. يا عم الراجل رايح عند رايه الركنيه والكوره اصلا عليه وهو محجز وظهره للملعب، فانت تعمل فاول في منطقه زي دي؟ لا، واعتقد ان الجون التاني ده جه في الدقيقه حاجه و20. فانت قبل الدقيقه 20 اصلا هم كان لعبهم الاساسي والاول هي على الضربات الثابته. فانت يا عم فتوح ما كانش لازم ابدا ان انت تعمل فاول في الحته دي، وخصوصا كمان ان الكره العرضيه اللي اترفعت ادائك الدفاعي كان كارثه. ما كانش فيه تمركز دفاعي، وخصوصا ان ما كانش فيه واحد واقف مع المان بتاعه. ولو هقول لك ان الكره العرضيه دي اللي اترفعت، الكره سهله جدا والراجل باينه قوي ان هو هيطلع ويحطها في المكان ده. وطبعا ده بيدل قد ايه ان عواد عمل خطا شديد جدا في الجون ده. والواحد طبعا مش حارس مرمى، ولكن الكره كانت قريبه جدا منك يا محمد يا عواد، وكان في ايدك ان انت تزق الكره لبره مش تزقها للجنب. فضل بصراحه ادائنا مهزوز جدا في الشوط الاولاني لغايه اخره بكوره سيف الدين الجزيري العرضيه اللي عملها فتوح وشاطها، والكوره عملت بند في الارض والحارس قدر يطلعها. ولكن في الاول وفي الاخر فضل من ربنا كبير جدا ان النتيجه ما زادتش في الشوط الاولاني وخلصت على 2-0 بس. ومع اول دقيقه في الشوط الثاني بنكتشف نقطه ضعف نهضه بركان اللي احنا المفروض نستغلها بقى في استاد القاهره، وهي ادائهم البدني اللي بيتراجع بعد الشوط الاولاني. ادائهم البدني بصراحه في الشوط الثاني ما كانش سامح لهم ان هم يروحوا بهجمات خطره، الا بس الحمد لله بعد الجول اللي دخله سيف الدين الجزيري باوفر عبقري من زيزو، اللي هي طبعا اللاعب اللي ناحيه الشمال اللي قطم بيمينه كده جوه وقام شايطها والكره جت في العارضه، والحمد لله ان الكره دي طلعت بره. ولكن لو تكلمني بقى على توقيت الجون وهو في الدقيقه 46، فده توقيت مثالي جدا وقدر ان هو يرجعك في الماتش، لا ده كمان ويركبك عليهم. اي نعم انت كنت ممكن تخلص الماتش 2-2 بكوره زيزو اللي ضيعها بصراحه غريبه جدا على حدود ال 18، بس براحته يعني زيزو يعمل اللي هو عايزه. بس في الاول وفي الاخر قدر الله ما شاء فعل. فكره بقى ان انت تخرج بالسيناريو ده من المغرب ان انت خسران 2-1، فده سيناريو يا جماعه زي ما قلت لك في الاول سيناريو عبقري. زي ما قلت لك في اول الحلقه، فكره ان انت تخرج بالنتيجه دي هي افضل بكتير من نتيجه 2019. لو تفتكر انت في 2019 كنت جاي هنا برج العرب عشان تجيب جون لاجل التعادل، لكن انت دلوقتي ان شاء الله انت في ايدك ان انت تدخل جون وهتكسب البطوله. والمتوقع من نهضه بركان ان هو هيجي لك هنا في استاد القاهره هيترصص ورا وهيلعبك على الهجمه المرتده. ما عنديش شك 1% ان الافضليه ان شاء الله في استاد القاهره هتبقى لعيبه نادي الزمالك، وخصوصا لسبب الجماهير والاستاد اللي ان شاء الله هيتقفل. ولكن لازم نكون حذرين جدا بالهجمه المرتده او مع لعيبه نهضه بركان زي ما قلت لك في الهجمه المرتده. يا ريت بس لو الكوتش جوميز هيشتغل على حاجه الاسبوع ده ان شاء الله عشان ماتش القاهره، فهي فكره يا جماعه الباصات اللي بتطلع من ناحيه الشمال اللي ما بين حسام عبد المجيد واحمد ابو الفتوح. الباصات دي يا جماعه كانت عامله لك كارثه في المغرب. لازم يا جماعه نكون مدركين جدا وفاهمين احنا نباصي امتى في المكان ده وامتى نطلع الكره الطوليه، لانك في الماتش الاولاني الباصات اللي ما بين حسام عبد المجيد واحمد فتوح اما بتتقطع كانت بتضرب الفرقه كلها وكانت بتعمل لنا مشكله كبيره. ويا ريت ويا ريت ويا ريت نركز في حوار الضربات الثابته، لان لا قدر الله لو جت علينا ضربه ثابته هم مميزين جدا في القصه دي. فيا ريت برضو الكوتش جوميز يركز على قصه التمركزات الدفاعيه في الركلات الثابته. وبصراحه من اللعيبه اللي بسطتني جدا في ماتش الذهاب وهي فكره محمد شحاته، 22 سنه، اول نهائي قاري بره ملعبه وفي وسط جماهير قويه جدا. لا يا عم انت بسم الله ما شاء الله عليك واديت اداء 10 على 10. مستنيين منك يا محمد يا شحاته نفس الاداء ده ان شاء الله في استاد القاهره، واحنا عارفين ان انت راجل وقدها. وطبعا اللي مش هنسى دوره الجبار جدا والدفاعي قبل الهجومي وهو سيف الدين الجزيري اللي قدم مباراه عبقريه جدا. لو تلاحظوا الكره اللي كان فيها ضربه ثابته لينا واتقلبت علينا بهجمه مرتده وكان 2-0 لنهضه بركان، والكره خلاص على حدود ال 18 وشبه الهدف الثالث داخل فينا، وسيف الدين الجزيري
تاكلينج عبقري جدا شال الكوره. ده غير طبعا الاوفر العبقري اللي عامله زيزو من الثبات، وطبعا تمركز سيف الدين الجزيري اللي كان 10 على 10. عندي ثقه من ربنا ان شاء الله اللقب ده هيبقى من نصيبنا. ده غير طبعا ثقتي في اللعيبه بقى، سواء عواد، فتوح، حمزه المسلوسي، عمر جابر، دونجا، محمد شحاته، زيزو، سيف الدين الجزيري. عندي ثقه في جميع اللعيبه ان هم هيأدوا اداء 10 على 10. واخيرا عن توقعاتي لتشكيله نادي الزمالك، فهو محمد عواد في حراسه المرمى، 2 سنتر باكات وهو حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، باك يمين عمر جابر، باك شمال احمد ابو الفتوح، 2 في نص الملعب وهو دونجا جنبيه محمد شحاته، احمد حمدي قدامهم في مركز 10، زيزو يمين، مصطفى شلبي اللي ان شاء الله بقى لازم يرجع على الماتش ده، وسيف الدين الجزيري طبعا مهاجم. واخيرا نتقابل ان شاء الله يوم الاحد في الفاينل في الاستاد. انا شخصيا رايح ومنتظر جماهير الزمالك اللي ان شاء الله هتقفل الاستاد. ما تنسوش يا زملكاويه تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. يا رب ادعي كده في الاخر ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله. شكرا.